في ترك بعيد اتولد فيل صغير اسمه فلافيل، ومن أول يوم ربطوه بحبل مسكين. حبل كان تخين والحبل مربوط في عمود عشان ما يعرفش يهرب، وكل يوم فلافيله كان بيحاول يهرب ويفك نفسه، يشد ويقاوم، بيحاول بكل قوته، بس كان ضعيف، وفي النهاية كان بيلاقي فشل بعد انكسار. ومع كل محاولة كانت بتفشل كانت بتترسخ جوه دماغه فكرة أنا ضعيف ومفيش فايدة، ده الحبل ده أقوى مني بكتير. ومع الوقت زي ما بيشرح مارتن سيليجمان في نظريته عن العجز المكتسب، فلافيله ما بقاش يحاول لأن التجربة فشلت، فتحولت لقناعة، والقناعة بقت واقع. عدت سنين وفلافيله كبر وبقى فيل عملاق يقدر يخلع شجرة بجذورها. بس الغريب إن فلافيله عمر ما حاول يفك الحبل تاني. ليه؟ هنا بتجاوبنا كيرول دويك في كتابها الجميل مايند سيت العقلية. بتقول العقل اتبرمج على ما يسمى بالسلف ليميتنج بيليفز، أي المعتقدات اللي بتجتفنا جوه صورة قديمة عن نفسنا اتشكلت من تجاربنا القديمة. فلافيلو ما كانش مربوط بالحبل، لا، ده كان مربوط بذاكرة فشل، واللي كان زمان تجربة دلوقتي بقى هوية. ودي مش قصة فيل، ده قصة ناس كتير. كل واحد فينا جواه فلافيلو صغير مربوط بحبل خفي من المعتقدات، زي انا مش اجتماعي، انا فاشل بطبعي، عمري ما انجح، ما ينفعليش دايت، انا مش زي الناس اللي بتنجز، انا مش كاريزما، انا مش عارفني. المعتقدات دي رغم انها بدأت من موقف، لكن مع الوقت اتشكلت جواك على هيئة هوية identity، زي ما بيقول عنها جيمس كلير في كتابه العالمي العادات الذرية Atomic Habits. بيقول ان كل سلوك متكرر بيكون لبنة جديدة في تصوراتك لهويتك، وزي ما بنقول بالبلدي كل ما تكرر تقرر، استقر عندك في اللاوعي. والمؤلم ان اغلب الحبال دي مش حقيقية، دي مجرد اوهام من قصص قديمة صدقناها وبنينا حواليها واقعنا. تجربة فشل، كلمة مؤذية، موقف خذلان، بس احنا صدقنا الكذبة وعشنا وكملنا بيها. بس دلوقتي احنا كبرنا وبقينا أقوياء وبقينا عندنا قدرات ومهارات وحاجات كتير، لازم نكسر الحبل ده. طب اكسره ازاي؟ جرب الخمس حاجات دول. واحد، لاحظ الحبل، الاويرنس. كل مرة تلاقي فيها صوت داخلي بيقول لك مش هتقدر، وقف الصوت ده واسأل نفسك هي فعلا دي حقيقة ولا خوف قديم لابس لبس المنطق، شكله حلو وشكله مقنع. ان الوعي بالفكرة السلبية هو اول باب للتغيير. اتنين، اختبر الحد. في كتاب فيلينج جود هاند بوك ديفيد بيرنز بيقول واجه الفكرة، ما تستخباش منها. جرب حاجات صغيرة، خطوات صغيرة كنت فاكر ان هي مستحيلة. اتكلم قدام ناس، شارك في ميتنج، ابعت السي في بتاعك، افتح الكاميرا وسجل فيديو. اعمل حاجة مهما كانت بسيطة، بس المهم تكون عكس المعتقد بتاعك عن نفسك، ودي اسمها تجارب نجاح بديلة، من خلالها بتعمل إعادة برمجة لمخك. ثلاثة، دون انتصارات. في كتاب The Power of Habits قوة العادة بيقول الكاتب إن كل نجاح صغير بيتربط بمشاعر إيجابية، وده بحد ذاته بيبني ذاكرة نجاح عشان تقلل من ذاكرة الفشل. دون، احتفل، اشكر نفسك لأن دماغك بيتغذى على اللي بتكرره. أربعة، اطلع من منطقة الراحة بس بالراحة. في دراسة لقوا إن الأداء بيتحسن تحت تحدي محسوب. يعني جرب حاجات جديدة لكن بشكل آمن ومدروس. اطلع بره المألوف بس ما تكسرش نفسك. خمسة، خليك تحت ضغط محسوب. العقبة مش عائق، ده الطريق نفسه هو العقبات، هو اللي بيشكلك. افتكر كده، في ليلة الامتحان بتشوف قدرات، في ضغط الشغل بتطلع إمكانياتك، وفي الزنقة بتتصرف بذكاء وصح. يعني قدراتك موجودة بس مستنية موقف يحركها، ومش لازم تكسر الحبل، انت بس محتاج تفكر انك تقدر. هنري فورد بتاع فورد للسيارات ليه مقولة شهيرة جدا في البيزنس، إذا قلت أنك تستطيع أو إذا قلت أنك لا تستطيع ففي الحالتين أنت على صواب. مش الحبل هو اللي ربط، الفكرة القديمة هي اللي ربطاك، والفكرة دي ضعيفة جدا، لكن أنت أقوى بكتير من اللي أنت فاكره.